أب بيختفي ابنه بشكل غامض، وابن مش عارف ازاي يتخلص من جسد والده المتوفي، وبنت بتصحى تكتشف انه تم الاعتداء عليها في بيتها، والرابط بين التلاتة أغرب وأعقد مما تتخيلوا. فيا ترى القصة ايه؟ كملوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نكمل قصتنا. بيبدأ فيلمنا مع وون، شاب فاشل عايش على والده، مضيع كل فلوسه في لعب القمار، وعليه ديون بالهبل لعصابة كبيرة كان متعود يلعب في مكانهم. ولأنه دايما بيتهرب من تسديد ديونه، في مرة بتمسكه العصابة المديون ليها، وبتهدده إن المرة دي لو متصرفش هينهوا حياته. فوون بيرجع لبيت والده وهو مخنوق وقلقان، وهناك بيلاقي لين صاحبة البيت اللي مأجرينه وعايشين فيه. لين بتكون قاعدة تتكلم مع والده، وبتعرفه إن أخوها الكبير هيجي تاني يوم يصلح مشكلة المية بتاعة الشقة. لين بعد ما بتمشي، وون بيطلب فلوس من باباه عشان يلحق نفسه، بس باباه بيتعصب عليه جدا لأنه قاعد من غير شغل وبيضيع كل فلوسه، لدرجة إنه باباه بيقوله إنه لو مظبطش حياته هيروح يعيش في دار مسنين، ومش هيدفع إيجار البيت اللي هو عايش فيه. وبيقوم سايبه وبيروح يقعد بعيد عنه شوية، ومفيش ثواني الراجل بيتجلط من ابنه وبيموت. ووون بيتصدم، ولما بيستوعب اللي حصل بيطلب الإسعاف عشان ياخدوا جثة باباه. بس فجأة بيتراجع بعد ما بتجيله فكرة جهنمية، وهو إنه يقلب فلوس باباه الأول اللي في الشقة. ولحد هنا بنقف شوية، وبنروح لاتنين تانيين بيكونوا جيران وون ساكنين معاه في نفس العمارة. الاتنين دول بيكون اسمهم تي وشين، وعندهم ولد صغير اسمه هيون. بيبقوا عيلة بسيطة عايشين كل يوم بيومه وعلى القد. تي بيصحى زي كل يوم على صوت مراته وهي بتزعق لابنه علشان يروح المدرسة، وبعدها تي بينزل يركب عربيته وبيستنى ابنه علشان ينزل يوصله مدرسته. بس فجأة شين بتتصل بيه وبتقوله: الحق، ابنك يوم مش لاقياه، قلبت عليه الدنيا، الولد اختفى فجأة ومش عارفة راح فين. فتي بيطلع البيت بسرعة وبيدور على ابنه هيوم في الشقة وفي العمارة، بس مش بيلاقيه. فبيبلغ الشرطة، وبتوصل المحققة نيان مع زميلها هوي على العمارة، وبتقابل تي وشين اللي بيقولوا لها إنهم سألوا كل جيرانهم في العمارة عن هيون بس محدش شافه. بس في شقة واحدة بس شاكين إن ابنهم ممكن يكون فيها، وهي شقة بنت اسمها يانج، لأن ابنهم بيحبها وبيحب يلعب معاها. تي بيقول لهم إنه آخر مرة يانج كانت عندهم فضلت تدور على مفاتيح شقتها، وهو شك إنه هيون ممكن يكون خدها علشان يلعب مع يانج وكده. ومن حظهم بقى إنه يانج بترجع بدري من المدرسة لأنها نسيت كتابها، فبتفتح لهم الشقة، بس برضه مش بيلاقوا هيون فيها. وشاو والد يانج بيرجع وهم هناك، ولما بيسأل ايه اللي بيحصل، نيام بتعتذر له لأنهم دخلوا بيته وهو مش موجود، وبتفهمه الوضع. والغريب إنها بتلاحظ إن هدومه مليانة تراب. بعدها نيام بتاخد أهل هيون وبيراجعوا تسجيلات الكاميرات، فبيكتشفوا إن الولد مخرجش من العمارة. يعني كده بالنسبة لهم الولد ولا جوه ولا بره، أمال راح فين؟ وبالليل ينج بتشوف لين وهي بتركب عربية أخوها تونج، وبتبقى نظراتها ليها مليانة قلق. لين لما بتركب مع أخوها بتطلب منه يلاقي الشخص اللي دمر حياتها. هنا بنرجع بالزمن 6 شهور، وبنشوف لين وهي راجعة من شغلها لبيتها بعد ما وصلها جون زميلها في الشغل. لين بتطلع شقتها القديمة اللي مأجرها وون دلوقتي، وهناك بتلاقي أخوها تونج مستنيها، وبيطلب منها تشرب اللبن اللي سابه ليها عشان إصابة رجلها تتحسن بسرعة. وبعدها بيبدأ يكلمها على جون، وبيقول لها إنه شكله معجب بيها، والدليل إنها أول ما سابته بدأ يدخن، وده معناه إنه فضل ماسك نفسه ومش راضي يدخن قدامها عشان ما تتضايقش في الطريق. لين مش بتبقى مصدقة كلام أخوها قوي، ولما أخوها بيمشي هي بتنام. بس تاني يوم لما بتصحى بتلاقي هدومها مفتوحة وفي حاجة غلط، فبتفهم إنه في حد خدرها واعتدى عليها وهي نايمة. فعلى طول بتروح لأخوها وبتعرفه وهي منهارة من العياط، بس أخوها بيطلب منها ما تعرفش الشرطة عشان تحافظ على سمعتها وشكلها قدام الناس. بس دلوقتي بقى لين بقت عايزة تكشف مين اللي عمل فيها كده عشان ترتاح. وتاني يوم تي وشين بيروحوا على القسم، والمرة دي بيطلبوا من نيان تلاقي اللي خطفوا ابنهم بسرعة قبل ما يجراله حاجة. فنيان بتهديها وبتقول لها الولد مفقود، بس مفيش دليل إنه حد خطفه لحد دلوقتي، فلازم تهدي وما تخوفيش نفسك. وبعدها نيام بتروح تتكلم مع دكتور في الطب الشرعي تسأله على نتائج تحاليل الدم اللي لقيته في شقة يانج عشان تعرف لو الدم ده دم بشري. فالدكتور بيعرفها إنه لسه النتائج عليها شوية، وبيقول لها إنه حاسس إن الولد راح مع شخص يعرفه، أصله مين ممكن يفكر يخطف ولد صغير في قلب النهار كده. هنا نيان بتروح تسأل تاي وشين هما ازاي اتعرفوا على يانج، فتاي بيحكي لها، وساعتها بنعرف انه من 6 شهور تاي شاف يانج وهي واقفة قدام باب شقتها لأنها نسيت مفاتيحها، ووالدها شاو ما كانش لسه راجع من شغله. فتاي عزمها تدخل شقته، وهي دخلت فعلا وقعدت تذاكر وتلعب مع هيون، وهيون حبها جدا فبقت تزورهم كل يوم، ومن ساعتها وهيون بقى متعلق بيها جدا. بعدها بقى بنروح للين اللي بتخرج تقابل أخوها تونج،
وتونج بيسأل لين على جون زميلها وبيفكرها إن يوم الحادثة بتاعتها جون هو اللي وصلها، ففي احتمال كبير إن جون يكون هو المجرم اللي بيدوروا عليه. وعشان يتأكدوا هو عايز سيجارة من السجاير اللي جون بيشربها عشان يعمل تحليل DNA ويقارنه بعينة المجرم اللي خدها من بيت لين. فلين بعدها بتراقب جون لحد ما بتقدر تاخد سيجارة من اللي بيشربها وبتحتفظ بيها. في نفس الوقت ده بنرجع لوون اللي بيكون قاعد في بيته بيفكر ازاي يتخلص من جثة باباه، وبتفضل تجيله أفكار مرعبة زي إنه يقطعها، بس هو بيخاف وبيكتفي إنه بس يغطي جثته. وتاني يوم نيام بتكون في طريقها للشغل مع زميلها هوي اللي بيعرفها إنه سمع من جيران تي وشين إن هيون كان عنده مشاكل نفسية ومامته كانت متضايقة بسبب ده وعلى طول بتزعقله، وياما شافوا على جسم هيون كدمات، وده يخليهم يشكوا إن شين تكون أذت طفلها، وعشان تداري على جريمتها بلغت وعملت التمثيلية دي. بس في نفس الوقت ده تي بيلاقي في شنطة هيون رسالة بينه وبين يانج كتبوها قبل يوم واحد بس من اختفائه، والرسالة كان فيها اتفاق بين هيون ويانج إن هيون ما ينزلش لباباه عشان يروح المدرسة ويروح يستخبى في بيت يانج، وهي سابت له مفاتيح بيتها عشان يقدر يدخل. فعلى طول تي بيروح على مدرسة يانج عشان يفهم منها ايه اللي حصل، بس مش بيلاقيها. وساعتها شين بتتصل بيه وبتقوله إنها في القسم وبتراجع الكاميرات مع الشرطة، واكتشفوا إن يانج مراحتش المدرسة وركبت باص تاني. فتيه بيشوف خط سير الباص وبيعرف إنه هيعدي على مكان كان يانج وهيون بيحبوه جدا، فبيروح على هناك. وفعلا بيلاقي يانج اللي بتعرفه إنها فعلا اتفقت مع هيون يروح بيتها، بس هي ما تعرفش هو راح فين بعدها. واتفاجئت معاهم وقت ما دخلوا البيت مع الشرطة إنه هيون مش فيه، ولأنها خافت ما قدرتش تتكلم. تي بيعرف الشرطة باللي حصل وبيرجع على بيته بيلاقي شين بتتخانق معاه لأنه نشر أخبار وبيانات يوم في التلفزيون عشان الناس تلاقيه، وده لأن شين مش عايزة حد يعرف حاجة عن المشاكل النفسية والعقلية اللي ابنها بيعاني منها. وكمان شين بتلوم تي لأنه دخل ينج على حياتهم. فتي بيخرج من بيته مخنوق وبيلاقي ينج في وشه فبياخدها يتكلموا، وهي ساعتها بتعتذر له على اللي حصل، بس هو بيطلب منها ما تلومش نفسها. وفي نهاية كلامهم ينج بتدي لتي شارة الاسم بتاعت هيون وبتقول له إنها لقيتها في لبس والدها شاو. وفي نفس الوقت ده تونج بيتصل بلين وبيقول لها إنه نتيجة التحاليل اللي عملها بتبرئ جون، يعني الولد ملوش ذنب في أي حاجة. بس على الجانب التاني بقى بنشوف وون وهو في بيته بيتخيل لين نايمة جنبه، ومن خوفه بيصحى مخضوض. وساعتها لين بتكون في شغلها وبتطلب من جون يتعشى معاها بعد ما اتأكدت إنه بريء. ووقت العشاء جون بيقع بلسانه وبيعترف للين إنه عرف باللي حصل معاها مع إنها ما قالتش لأي حد خالص عن الحادثة دي، فهو بيفهمها إنه استنتج ده لوحده بعد ما لاحظ إزاي كانت متغيرة الفترة اللي فاتت، وكمان شافها وهي بتاخد السيجارة بتاعته وبتحطها في كيس عينات. جون بيعرض على لين إنه يساعدها تعرف مين اللي عمل فيها كده، فبيروح معاها على مكان شقتها القديمة اللي هي حاليا تبقى شقة وون. ولما بيشوف الحديد بتاع العمارة بيقول لها إنه مش قوي كفاية إنه حد يطلع عليه عشان يدخل الشقة من الشباك بتاعها ويعمل اللي عمله، يعني ده شخص دخل شقة لين من جوه العمارة مش من بره. ده غير إن المخدر اللي نامت بسببه ما يطلعش غير بروشتة الدكتور. بعدها بقى بنروح لتي وشين اللي الشرطة بتعرفهم إنها لقت بصمات كتيرة لهيون جوه شقة يانج، وده دليل إنه هيون دخل فعلا شقة يانج زي ما اتفق معاه. بس المفاجأة إنهم لقوا بصمات شخص تالت وكمان آثار دم لهيون، وده معناه إنه في شخص أخد هيون بعدها. هنا تي بيقول لنيان إنه يانج لقت شارة اسم ابنه في هدوم والدها شاو، وفي اللحظة دي بيدخل شاو عليهم، فتي وشين بيتخانقوا معاه وبيهددوه إن لو مرجعش ابنهم مش هيحصل خير. فشاو بيقول لهم وأنا مالي، أنا أصلا كنت في شغلي وقت اختفاء ابنكم وعندي شهود على ده. والمفاجأة بقى إنه شاو فعلا بيطلع كلامه صح وكان في شغله فعلا. فنيان بتهدي تي وشين وبتقول لهم إنه لسه مفيش دليل ضد شاو وممكن اللي أخد ابنهم يكون شخص تاني فعلا فلازم يصبروا. في الوقت ده بتكون لين وجون قدام شقة وون، وجون بيقترح عليها تدخل شقتها القديمة يمكن يلاقوا حاجة جديدة، بس لين بتقوله إن الوقت متأخر فمش هينفع. ورغم ده جون بيرن الجرس فلين بتاخده وبيطلعوا يجروا، وون بيفتح الباب بس مش بيلاقي حد، فبيرجع بيته وهو متوتر جدا وبيجيب صندوق كبير يحط فيه جسم والده بعد ما ربطه وغطاه وبيحط عليه مادة كيميائية عشان تدوبه. في نفس اللحظة دي بيجي لشين تليفون من بنت ما تعرفهاش بتبدأ تسألها عن اختفاء ابنها وكأنها تعرف عنه حاجة، وشين بتخمن إن دي ممكن تكون والدة يانج لأنها الوحيدة اللي ممكن تكون دخلت الشقة وقت وجود هيوم فيها. فتي بياخد التليفون وبيتصل بالرقم اللي كلمهم بس مش بيلاقيه لأنه الرقم بيكون رقم عمومي ومش بيستفيد حاجة. وقتها بتكون يان وهوي بيراجعوا تسجيلات الكاميرات، وهوي بيلاحظ إن يوم اختفاء هيون وبعد ما اتكلموا مع شاو الصبح
شاو رجع العمارة الظهر وقضى فيها ساعتين وبعدها خرج تاني، فهو شاكك إنه ممكن يكون شاو مخبي حاجة. بس نيام بتقوله إن ده مش دليل ضده، لأن وقت اختفاء هيون هو كان في شغله وده المهم. وتاني يوم لين بتقابل جون اللي بيقول لها إنه فضل يفكر في الحادثة بتاعتها كتير، والغريب فيها إنها مصحتش أبدا على صوت دخول المجرم لبيتها، وده معناه إنها اتخدرت قبل ما المجرم يدخل أوضتها. فجون هنا بيسألها: انتي متعودة تشربي حاجة قبل ما تنامي يا بنتي؟ فلين بتقوله: أنا متعودة أشرب لبن، والوحيد اللي يعرف ده أخويا تونج. طبعا هنا الصدمة بتكون كبيرة، وعشان يتأكدوا من تخمينهم لين بتروح تقابل دكتور صديق لأخوها اسمه تشانج عشان تسأله بشكل غير مباشر لو أخوها أخد منه أي أدوية مخدرة. وجون فهمها قبلها إنه تشانج لو ارتبك وبان عليه إنه مش فاهم حاجة يبقى أخوها بريء وما خدش منه حاجة فعلا. وفعلا من رد فعل تشانج لين بتتأكد إن أخوها ملوش علاقة. وبالليل نيام بتكون وصلت للبنت اللي كلمت شين وعرفت إن البنت دي تبقى هي نفسها لين. والأهم إنها عرفت إنه لين تبقى هي صاحبة الشقة بتاعت وون. بس الأهم من كل ده بقى إنهم لما بيراجعوا مخطط العمارة بيكتشفوا إن شقة وون وشقة شاو ويانج لازقين في بعض جدا، والفاصل بينهم جدار رقيق قوي. والتفصيلة دي مهمة ليه بقى يا جماعة؟ لأنه المفاجأة إنه شقة يانج فيها ممر سري بيودي على شقة وون. ويوم اختفاء هيون الولد دخل من الممر لشقة وون بالغلط، وون اتوتر جدا لما شافه لدرجة إنه بالغلط ومن غير ما يحس ضرب هيون بشاكوش على دماغه عشان يسكته، لأنه ساعتها وون كان بيحاول يتخلص من جثة باباه. طبعا بعد اللي حصل وون اتوتر أكتر، فربط هيون في كرسي وحط لزقة على بقه عشان ما يطلعش صوت، وقفل فتحة الممر ومسح كل الدم من الشقتين على قد ما يقدر. وبعدها لقى في وشه شاو اللي ساعده يتستر على جرايمه، وده لأنه شاو هو اللي عمل الممر السري ده. وده ليه بقى؟ ده عشان شاو كان بيستغل الممر ده وبيدخل منه للشقة لما كانت لين عايشة فيها، وهو اللي كان بيعتدي عليها لأنه كان مهووس بيها جدا. ولين لما عرفت بحادثة اختفاء هيون فكرت تتصل بشين يمكن تفهم حاجة تساعدهم، بما إنها كانت عايشة في نفس العمارة واتعرضت لحادثة بشعة زيهم. ودلوقتي بقى لين بتاخد جون وبتروح على شقة وون لأنها شكت إن هيون ممكن يكون دخل شقتها القديمة. بس أول ما هما الاتنين بيدخلوا جوه الشقة شاو بيهجم عليهم عشان يخلص عليهم، بس وون بيدافع عن لين وبيهجم على شاو بس مش بيقدر عليه، وبيلاقي نفسه مرمي على الأرض جنب جثة والده تمام. وقبل ما شاو يخلص عليه لين بتضرب شاو بفاز على دماغه فبيفقد الوعي، والشرطة بتدخل في الوقت المناسب وبتلاقي هيون وبتقبض على شاو ووون، ولين بتتنقل على المستشفى. وهناك لين بتقدم بلاغ رسمي ضد شاو باللي عمله فيها، وشاو بيتسجن على جرايمه وبيفضل يلوم بنته لأنه شايف إنها السبب في اللي حصله، لأنها كانت على علم بالممر السري وكانت عارفة باللي عمله في لين، وعشان كده شكت فيه لما اختفى هيون. ينجي فجأة بتلاقي نفسها وحيدة من غير أب ولا أم، والناس كلها عمالة تتكلم عليها بسبب اللي عمله باباها، لكن تاي وشين بيحتضنوها وبيدافعوا عنها قدام كل جيرانهم. لين بعدها بتروح تزور وون في السجن وبتعرفه إن باباه سابله مبلغ تأمين كبير عشان يأمن حياته لو حصله أي حاجة في يوم من الأيام، وبتقوله إن باباه كان بيحبه جدا وما كانش يقصد إن هو يقسى عليه أبدا، هو كان شايف إن الحياة ظلمته وكان بس عايزه يفوق لنفسه عشان حياته تبقى أحسن. وول لما بيسمع ده بيندم جدا على اللي عمله في باباه وبينهار من العياط. ولحد هنا بقى بيخلص فيلمنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم بقى في ملخص جديد. سلام.